طبتم أوقاتا مشاهدينا في كل مكان من تلفزيون دولة إريتريا. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إصابة 23 مواطن بفيروس كورونا اليوم. خريجو كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية يؤكدون العمل لتنفيذ المسؤولية الرزينة. دعوة لعدم الإهمال في استخدام وإدارة الأموال. استئناف المفاوضات الدولية حول الاتفاق النووي الإيراني في فيينا. الصحة العالمية تحذر من الخطر المرتبط بالمتحورة أوميكرون. والرئيس الفنزويلي يتهم مراقبي الاتحاد الأوروبي للانتخابات في بلاده بالتجسس. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، نستهلها بهذا الإعلام من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في الإقليمين الجنوبي والأوسط قد أظهرت إصابة 23 مواطن بفيروس كورونا، وقد ظهرت 12 إصابة في الإقليم الجنوبي، 8 منها في مراكز الفحص، و3 في مايدمة، و3 في سنعفة، و2 في عدغيح، و4 في مركز العازل في مندفرة، و11 إصابة في مراكز الفحص في الإقليم الأوسط، 2 في عدي قبراي، و1 في كل من إمباغاليانو وقوشيت وترافلو ومعسكر دندن وصصرات ومرحنو وأباشاول وقحوتا ودك أمحرم. وبهذا بلغ عدد المصابين فيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7341، شفي منهم 7048، وتوفي 60 مريضا، فيما لا يزال 197 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 29 من نوفمبر 2021. اختتمت في الإقليم الأوسط انتخابات مدراء الضواحي التي جرت في 13 مديرية في أسمرة ومديريات الريف الثلاثة قال نفع وسرجغة وبريخ. وقد تم انتخاب 83 مدير ضاحية و83 مساعدا و209 من لجان القرى في الانتخابات التي بدأت في 7 من نوفمبر. وأوضح مدراء المديريات بأن الانتخابات ستعمل لإدارة جيدة والدفع ببرامج التنمية. وأوضح الناخبون من جانبهم انتخاب من توفر فيهم الكفاءة، متوقعين تلقيهم خدمات إدارية جيدة. وهدفت انتخابات إدارات الضواحي تبديل المدراء السابقين الذين انتهت ولايتهم بعد تأخيرها لسنة بسبب إجراءات مكافحة وباء كورونا. قال خريجو كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية في مراسم التخرج التي جرت في 27 من نوفمبر بمستويين البكالوريوس والدبلوم، قالوا إن التخرج يحمل الخريجين مسؤولية رزينة أكثر من الجهود الحسيسة المطلوبة، متعهدين لتنفيذ ذلك بفعالية. وأوضحت الخريجة بيلو اليماني في مجال الصيدلة بامتياز أهمية الدعم الأسري ومجتمع الكلية في مسيرتهم التعليمية، وأن مشاركة الإناث الكبير خير شاهد على البيئة الصلبة المتاحة والوعي العالي. من جهته قال الدكتور عثمان علي خريج الطب العام أنه ورغم صعوبة التعليم وخاصة الطب لطول الفترة الزمنية، إلا أن الجهود الجارية لتحقيق الهدف والرؤى يجعل المستحيل واقعا ملموسا، مؤكدا العمل بقوة لخدمة الشعب الذي سعى جاهدا لتعليمهم. وذكر الخريج الدكتور ساميل التخلي أن المهنة الطبية تتطلب الجدية والأخلاق وجهود حثيثة لارتباطها المباشر بالحياة، مشيرا إلى جاهزيته لترقية المعرفة المكتسبة بالعمل والتجارب، علما بأن المهنيين الصحيين من الصيدلية بيلول اليماني والدكتورين عثمان علي وساميل التخلي وزملائهم يعملون موظفين في
في أماكنهم. يذكر بأن كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية التي تعمل لتخريج قوى بشرية مسلحة بالقدرات والمعارف الكفؤة ورفع جودة الخدمات الصحية الوطنية خرجت هذا العام في 27 من نوفمبر الجاري 230 طالبا، بينهم 52.6% طالبات في 12 مجالات. دعا مدير البنك التجاري والعقاري في مدينة بارنتو السيد مصطفى صالح المواطنين لعدم الإهمال في استخدام وإدارة الأموال، وقال إن الاستخدام السيء للعملة الورقية يؤدي إلى تلفها سريعا، خاصة مع ارتفاع الحرارة والرطوبة في إقليم الكشبركة. وأوضح الكتابة وتخريب العملة الورقية بالحبر، ونبه بأن ودع الأموال في البنوك له فوائد كثيرة إلى جانب حفظه من التلف. ومن المعهود مشاهدة الأموال تحترق في المنازل التقليدية العشبية المنتشرة بكثافة في إقليم الكشبركة، وعلى المجتمع إدراك هذه المخاطر وودع أمواله في البنوك. ودعا السيد مصطفى المواطنين لتوخي الحذر من العملة المزورة التي تعرف بسهولة والتي بالإمكان دخولها لمتاخمة إقليم الكشبركة للحدود. وقال مدير البنك التجاري والعقاري في مدينة بارنتو السيد مصطفى صالح أن الإهمال في حفظ الأموال يضر بالاقتصاد ويجب تعزيز الوعي في استخدام الأموال. أوضح سكان مديرية حقات أن أنشطة الحراسة والتوعية والتعليمات الصادرة تساهم جيدا لحماية القطاع النباتي وخاصة الأشجار المستوطنة والمعمرة. وذكر السكان أن تعاون سلطة الغابات والحياة البرية مع إدارات الضواحي ولجان القرى حقق نتائج مرضية للسيطرة على القطع الجائر للأشجار الذي كان مستفحلا في ضواحي شبق وعد أري وعد حماد وأونجلي في السنوات الأربع الماضية. وأشاروا إلى أن نمو القطاع النباتي في أشرة وشبق وعد أري وعد حماد وعد عمر نتاج للجهود المبذولة. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية حقات السيد تخليف السهيم أن تنامي الوعي وأنشطة الحراسة له دور كبير لحماية الأشجار، داعيا لوضع حد لقطع الأشجار تحت جنح الظلام. مشاهدينا في كل مكان، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي تستأنف في فيينا المحادثات الدولية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بعد 5 أشهر من تعليقها في يونيو وسط أجواء إيجابية، حين قال دبلوماسيون إنهم قريبون من التوصل إلى اتفاق. لكن وصول المحافظ إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة الإيرانية غير المعطيات. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن المحادثات سيحضرها خبراء من إيران والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، فيما سترسل الولايات المتحدة وفدا برئاسة مبعوثها الخاص إلى إيران روب مالي ليشارك في المحادثات بشكل غير مباشر. وقبل قدومه إلى فيينا قال مالي أن موقف طهران لا يبشر بالخير بالنسبة إلى المحادثات. وكان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في فيينا ميخائيل أوليانوف قال هذا الأسبوع إنه من المتوقع عقد اجتماعات غير رسمية بين المشاركين قبل المحادثات الرسمية التي ستنظم في فندق قصر كوبورغ بالعاصمة النمساوية.
قالت منظمة الصحة العالمية أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا من المرجح أن تنتشر على مستوى العالم، مما يشكل خطرا عالميا مرتفعا للغاية، إذ قد يكون لزيادة حالات كوفيد-19 عواقب وخيمة في بعض المناطق. وحثت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في توصية فنية للدول الأعضاء وعددها 194 دولة على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية والتأكد من وضع خطط لتخفيف الأزمات للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية. وتابعت المنظمة أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث للوصول إلى فهم أفضل لاحتمال تغلب أوميكرون على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الإصابة. وأضافت أنه من المتوقع الحصول على المزيد من البيانات خلال الأسابيع المقبلة. اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مراقبي الاتحاد الأوروبي الذين جاءوا إلى فنزويلا لمراقبة الانتخابات بارتكاب أعمال تجسس. وقال مادورو في تصريح لقناة تلفزيونية فنزويلية: جاء مراقبو الاتحاد الأوروبي إلى بلادنا للتجسس وليس لمراقبة الانتخابات الإقليمية التي جرت في 21 من نوفمبر الجاري. وبحسب مادورو جاء مراقبو الاتحاد الأوروبي كأعداء وحاولوا تشويه العملية الانتخابية للديمقراطية التي لا تشوبها الشائبة، لكنهم فشلوا. كما دعا الرئيس الفنزويلي المعارضة إلى البدء في حوار جديد، مشيرا إلى أنه في المستقبل القريب سيلتقي بقادة المعارضة والمرشحين المستقلين الذين تم انتخابهم في 21 من نوفمبر الجاري من أجل الوصول إلى تفاهم مشترك من شأنه أن يخدم مصلحة البلاد. الخبر الأخير في هذه النشرة: ستخسر الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا دولة جديدة في التاج البريطاني مع إعلان بربادوس إنهاء آخر رسالاتها بها. وبربادوس دولة جزيرة تقع في البحر الكاريبي، ولا يزيد عدد سكانها على 300 ألف نسمة، يعيشون على مساحة 460 كيلومترا مربعا. وكانت المستعمرة البريطانية السابقة حصلت على استقلالها عام 1966، وأحيت في سبتمبر الماضي مشروع تحولها للجمهورية، ويعني هذا القرار نهاية الملكة البريطانية بوصفها رمزا للدولة. وستؤدي ميسون اليمين الدستورية كأول رئيس لدولة بربادوس، ويتزامن الاحتفال مع الذكرى 55 لاستقلال البلاد. وسيشارك في حفل التنصيب ولي العهد البريطاني الأمير كارلز الذي وصل إلى البلد. وبربادوس أول دولة تنفصل عن التاج البريطاني منذ 3 عقود تقريبا، وسبقتها الدولة موريشيوس عام 1992. ختام النشر إليكم أهم ما جاء فيها: إصابة 23 مواطن بفيروس كورونا اليوم. خريجو كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية يؤكدون العمل لتنفيذ المسؤولية الرزينة. دعوة لعدم الإهمال في استخدام وإدارة الأموال. استئناف المفاوضات الدولية حول الاتفاق النووي الإيراني في فيينا. الصحة العالمية تحذر من الخطر المرتبط بالمتحورة أوميكرون. والرئيس الفنزويلي يتهم مراقبي الاتحاد الأوروبي للانتخابات في بلاده بالتجسس. هكذا انتهت نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.